أهلا بيكم في قناة مالرمير وأنا مارل. هل كنت ممكن تتخيل إن الذكاء الاصطناعي ممكن يغسل الدماغ؟ ده اللي حصل مع معاذ. بس قبل ما الحلقة تبدأ ما تنساش تحط لايك وتعمل اشتراك للقناة وتكتب كومنت يشجعني. ويلا نشوف إيه اللي حصل مع معاذ. أعتقد إني عملت غلطة كبيرة لما نصحت ابني إنه يستخدم شات جي بي تي. أنا شغال في شركة تكنولوجيا المعلومات، يعني شغل الإكواد والبرامج والذكاء الاصطناعي هو مجالي. ابني عنده 11 سنة واسمه معاذ، وهو شايف إني أروع أب في الدنيا. أنا مش بمنعه من لعب الفيديو جيمز أو تصفح الإنترنت. مراتي عكسي مش بتحب ده، بتقول إن هوسي بالعالم الافتراضي هيبوظ دماغ ابني في يوم من الأيام. بس هي ممكن تكون قلقانة إنه يتشتت قبل الامتحانات مش أكتر. قبل امتحان معاذ مامته نبهته إنه يركز في المذاكرة بس، مفيش ألعاب فيديو وإلا هيتعاقب. بعد الامتحان براحته يعمل اللي هو عايزه. وأنا شايف معاذ داخل أوضته زعلان. قلت لمراتي: أنتي مش قاسية على الولد شوية؟ ده مجرد امتحان يا لوري. قالت لي: لا، لازم حد فينا يكون صارم، وشكله لازم يكون أنا. كنت بتفرج على ماتش كورة وأنا قاعد على الكنبة، معاذ جالي وهو ماسك كتابه ومتضايق. قال لي: بابا، أنا مش فاهم المسألة دي في الماث. قلت له: يا معاذ، أنت ولد ذكي. قال لي: لا بجد يا بابا، هتساعدني ولا لأ؟ أنا بتفرج على الماتش دلوقتي. يوه خلاص. فقلت له: وريني السؤال. لما شفت المسألة عرفت إنها صعبة وما كنتش في مود أحل مسألة ماث لطفل عنده 11 سنة، فاستعنت بشات جي بي تي. كتبت السؤال وجبت له الحل على طول. قلت له: بص، ده الحل. قال لي: إزاي بالسرعة دي؟ قلت له: علشان استخدام تشات جي بي تي، ده بوت بيجاوب على كل أسئلتك. قال لي: ماشي. معاذ رجع أوضته وأنا ما كنتش واخد بالي من الكارثة اللي هتحصل لعيلتنا. من بعد اليوم ده معاذ ما بقاش يسألنا كتير زي أي طفل. كل ما يتزنق في حاجة كنت بشوفه بيكتب على اللابتوب بتاعي وبيسأل شات جي بي تي. ما كنتش شايف في ده حاجة غلط، لأني كنت بتابع تاريخ البحث وبلاقيه غالباً عن الواجبات المدرسية وحاجات طريفة للأطفال، زي إزاي أقول لبنتي إن فستانها جميل، أو إزاي أضايق مدرسيني في الفصل. حاجات عادية. فعشان كده موقفتوش من استخدام اللابتوب بتاعي. يوم من الأيام شفت معاذ بيكتب حاجة على اللابتوب، ولما شافني قفله بسرعة وخرج من الأوضة. اتشككت في تصرفاته. كان بيعمل إيه؟ معقول كان بيخبي حاجة عني؟ لما بصيت في تاريخ البحث حسيت بالذنب على طول. معاذ كان بيدور على إزاي أفاجئ بابا في عيد ميلاده. من اليوم ده حلفت إني هحترم خصوصيته وإني مش هشك فيه تاني. في صباح يوم تاني كنت بقطع العشب لما سمعت مراتي بتزعق لمعاذ: إيه الهواية المريضة دي يا معاذ؟ أنت بتقتلهم. جريت عليهم وسألت: إيه اللي حصل؟ بص ابنك بيعمل إيه؟ لقيت معاذ قاعد على العشب ماسك كشكول وبيعلق فيه فراشات بدبابيس وهي لسه عايشة. الفراشات كانت بتتحرك في ألم. عجبك الكشكول بتاعي يا بابا؟ معاذ سألني: أنت اتعلمت ده منين؟ طلبت من شات جي بي تي أفكار لهوايات ممتعة، وهو اقترح إني أعمل مجموعة فراشات. بس ممكن تقتلهم يا معاذ؟ مش حاسس بالذنب؟ ليه يا ماما؟ هم شكلهم حلو حتى بعد ما يموتوا. الكلام البارد ده من طفل عنده 11 سنة خوفني. عرفت إن المشكلة دي بسببي ولازم أوقفها. قلت له: كفاية كده يا معاذ، مش هتستخدم اللابتوب بتاعي تاني. قال لي: بس هعرف أجوبتي إزاي بعد كده؟ قلت له: ممكن تسألني أنا أو أمك، ولو معرفناش هنساعدك تلاقيها على الإنترنت، بس مش من شات جي بي تي. ده ذكاء اصطناعي ومش دايما بيكون صح. قال لي: بس أنت اللي استخدمته أول مرة علشان تحل مسألتي. قلت له: عارف، وما كنش المفروض أعمل كده. بوعدك إني مش هستخدم شات جي بي تي تاني. قال لي: بس عندي أسئلة كتير. قلت له: كفاية واسكت وروح أوضتك. شفت معاذ وهو بيدخل أوضته بغضب، حتى خبط الباب في وشي، لكن عارف إني عملت الصح. معاذ قعد يومين مش بيكلمني، لكن ما رجعتش في كلامي. في الليلة الثالثة كنت نايم في أوضتي لما سمعت الباب بيتفتح بهدوء. فتحت عيني شوية، شفت معاذ داخل الأوضة بحذر، كان بيتحرك من غير صوت. دخل وأخذ اللابتوب وخرج من الأوضة. ضوء القمر كان على وشه، وشفت الابتسامة المرعبة اللي شفتها في ابني.
فتح اللابتوب وبدأ يدور على حاجة ورجع أوضته. معاذ ما كانش عارف إني شفته، ولما مشي قمت بسرعة وبصيت على تاريخ البحث في شات GPT. اللي شفته خلاني أحس بالدوخة. معاذ كان بيسأل إزاي أكون قاتل بالفأس. ما قلتش لمراتي، لكن لما معاذ راح المدرسة في اليوم اللي بعده فتشت أوضته، لقيت فأس صغيرة من أدوات الحديقة مخبيها تحت السرير. فكرة إن ابني بياخد نصايح من بوت إزاي يقتل أبوه خلتني أحس بالخطر وإن في مشكلة كبيرة. إزاي أوقف ده؟ بابا، عندي مفاجأة ليك، لقيت حل لكل مشاكلي. القصة اللي شفتها دلوقتي مبنية بشكل فضفاض على رد مرعب من شات جي بي تي لما واحد على النت سأل بشكل هزلي إزاي يكون قاتل بالفأس. الرد المفصل أفزع كل اللي شافوه على الإنترنت. لو عجبتك الحلقة حط لايك، اكتب تعليق، واشترك في القناة، وبعت الفيديو لأصحابك، ويلا سلام من غير باي.